بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. هنعمل النهاردة حاجة حلوة قوي ولذيذة وسهلة. من كيلو لبن كوباية مكرونة في ثواني هنعملها كده تحلية شتوية طعمها لذيذ قوي وسهلة جدا، ونقدر ناكل منها كده بصراحة ما تشبعش خالص من لذاذتها وطعمها تحفة تحفة، وطبعا كلنا هنطلع بنحبها يعني لأنها سهلة قوي. يلا بينا نبدأ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هنسلق معانا حوالي كوباية مكرونة، طبعا أي نوع مكرونة عندك يعني، سباجيتي، مكرونة صغيرة، مكرونة أقلام، زي ما تحبي. أنا هجيب حوالي كوباية مكرونة كده سباجيتي، هنكسرها كده نصين عشان تبقى ايه هي كوباية كده كوباية. ونسلقها، نحاول نسلقها يعني ايه، نسلقها قوي يعني. لو أول مرة تتابعوني، ده مطبخ سعاد، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وشكرا من قلبي لكل اللي بيتابعني، شكرا على المشتركين الجداد، نورتوني. نقلبها بقى لحد ما اتسلقت خالص كده زي ما انتوا شايفين، يعني تتسلق زيادة عن اللزوم زي ما بيقولوا يعني. نجيب معانا كيلو لبن، بعد ما نشيل المكرونة ونصفيها من المية اللي فيها بقى بعد ما اتسلقت قوي. كيلو اللبن بياخد حوالي 3 معالق كبار سكر، بيبقى سكرها مظبوط قوي قوي ب3 معالق، يعني 3 معالق بالظبط سكر كوب بيبقوا مظبوطين على الكيلو. اكتر من كده هتبقى مسكرة قوي زيادة عن اللزوم. نقلب بقى كده لحد ما السكر بتاعنا يدوب، ننزل بواحدة فانيليا، ده النشا بتاع نص كوباية. والمكرونة بتاعتنا بعد ما صفناها هنعمل فيها ايه بقى، بالمقص كده وهي في الطبق ونقصها. انا مش هضربها في الخلاط، انا هعملها زي ما هي سليمة كده، بس هنحاول ايه نقص كده لحد ما تحس ان هي ايه اتقطعت حتت صغيرة. ننزل بقى هنا معانا بالمكرونة، تكمل ايه تاخد لها كمان غلوة معانا كده قبل ما ننزل بالنشا. اول ما يبدأ يغلي بقى نحط معانا ايه التركة الجميلة اوي اللي هتخلي طعمها في حتة تانية اصلا، معلقتين كريمة بودر، ونقلب كده بتحس ان هي هشة كده وطعمها حلو قوي. طبعا ناس كتير بيعملوا عزيزية بيضربوا المكرونة في الخلاط، فانا قلت اجربها معاكم النهاردة من غير ضرب في الخلاط. بصراحة المكرونة بلبن او العزيزية لها يعني ايه 100 طريقة، فاحنا هنعملها النهاردة بطريقتها اللي هي المعروفة بها، ان هي المكرونة بتاعتها ما بتتضربش في الخلاط. نجربها مع بعض، بصراحة طعمها تحفة. هننزل معانا كده ايه بنص كوباية نشا، طبعا وتحلية سهلة وسريعة، مش بتاخد اي وقت، ولا زبدة ولا فرن كتير ولا اي حاجة، هي بس تحت الشواية وخلاص. ننزل بالنشا كده واحنا بنقلب، احنا ضفنا له نص كوباية مية. ننزل بيه واحدة واحدة عشان ما يكلكعش مننا، ونقلب بقى لحد ما تحس ان هي تقلت زيادة عن المهلبية شوية، يعني زيادة شوية عن المهلبية. تفضلي تقلبي كده تحسي ان هي كل ما تتقل قلبي فيها عشان ما تلزقش من تحت. وكمان يستحسن ان هي تبقى في حاجة ألمونيوم او ايه يعني ايه عشان ما تشتش مننا. هي بتاخد لها شوية كده تقليب علشان تتقل. تعالوا اوريها لكم تقلت خالص، تحسي ان هي ايه مش بتيجي حتى في المضرب. بس كده نهدي عليها النار، ونجيب معانا بقى معلقة زبدة، ندهن الصينية بتاعتنا كده كويس من تحت. هي طبعا مش بتاخد لون من تحت، هي بتاخد بس لون تحت الشواية، يعني بتحطها شوية في الفرن كده ما تاخدش لون من تحت، تاخد بس من تحت الشواية.
مش نافع تنجبل. دهن بالفرشة احسن واسهل. نحاول ندهن من الجوانب كده عشان ما تلزقش معانا. هي ما بتاخدش اي وقت يعني، يا دوبك تسلقي المكرونة ولبن يغلي يبقى كده خلاص خلصت. طبعا احنا في الشتا بيبقى محتاجين حاجة حلوة كده فجأة، فيعني ايه مش عايزين فرن ولا ضرب في خلاط ولا اي حاجة يعني، حاجة سهلة وسريعة وطعمها لذيذ قوي 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 بصراحة. بالذات كمان لو سكرها بقى مظبوط. نسيبها بقى معانا كده حوالي ايه ساعة كده ولا ساعتين لحد ما تبرد خالص خالص. نهزها بالراحة كده عشان الشاي يبقى متساوي. نسيبها معانا حوالي ساعتين. تعالوا بقى بعد ساعتين كده بردت خالص، حتى وشها تحسه يعني نشف خالص. نجيب معانا بقى معلقة زبدة كمان، وندهن بقى ايه الوش بتاعها برضو زبدة او سمنة بلدي اللي موجود عندك، يعني ايه المهم تدهنيها بالراحة كده تحسي ان هي مفيش خالص نشفت، متلزقش فيها حاجة خلاص. حاول ندهنها بالراحة بحيث يعني ايه وشها ما يتشالش معانا بالفرشة. وكمان عشان تاخد بقى معانا لون حلو كده يبقى وشها مسكر، ننزل معاها بمعلقة عسل كبيرة كده على كل الوش، وبرضو نحاول نوزعها على كل الصينية. دي بقى بتدي لون احمر زيادة كده وتحس ان هي طعمها من فوق كده جميل وعاملة طبقة. بس كده خلاص. دهناها بقى زبدة وعسل. الفرن ولع قبلها بشوية لحد ما يسخن، وبعدين نولع فوق بس الشواية بس وندخلها الفرن. ولعنا بقى تحت الشواية بعد ما خلاص سخنت شوية كده. طبعا في اللي بيقولوا بتفور وفي اللي بتقولوا بتوقع في الفرن، فهي طبعا مش هتوقع ولا اي حاجة، هي على الهادي خالص. هي بتحس ان هي بتغلي بس كده وخلاص. هي طبعا لازم تتحط في التلاجة 3 4 ساعات، فاحنا بس ايه هنجربها مع بعض بعد ما بردت خالص من قبل ما نحطها في التلاجة ولا اي حاجة. فانتوا شايفين الجمال. بصراحة شكلها تحفة وريحتها جميلة قوي مع العسل وال... والزبدة اللي على الوش عاملة حاجة لذيذة جدا. تعالوا بقى كده ايه ناخد حتة ندوقها قبل ما نحطها في التلاجة. يعني بصراحة بحبها تكون دافية شوية. شفتوا لونها عامل ازاي متماسكة. ايه رأيكم بقى؟ جربوها ولا ايه رأيكم فيها، واكتبوا لي في التعليقات بتعملوها بالمكرونة مضروبة في الخلاط ولا بتحطها سليمة. وحطوا لايك للفيديو، يستاهل ولا لأ. يلا تعالوا نجربها مع بعض. بسم الله. طبعا دي حاجة حلوة بالليل كده يعني بصراحة لذيذة جدا. بسم الله. بجد طعمها روعة وخفيفة جدا جدا جدا، هتعجبكم. جربوها قولوا لي ايه رأيكم فيها واشوفكم تاني ان شاء الله.